عايز ما تشوفش الوش ده من مديرك وتحقق تارجتك وتكسب فلوس؟ كمل الفيديو للآخر. الفريق كله متضايق علشان مش بيحقق تارجته، وكلهم حاسين بالضغط وبيفكروا انهم يمشوا ويسيبوا الشركة لان مفيش عندهم اي حلول، وما يعرفوش ان الحل موجود في كتاب The One Minute Sales Person للكاتب سبنسر جونسون، واللي يعتبر من اكتر الكتب مبيعا في مجال مهارات البيع. وهو ده أول موضوع لينا في أول حلقة من اسكلاية في كتاب، اللي هنشرح فيها إيه هي السكيلز اللي ممكن نتعلمها علشان تساعدنا في حياتنا العملية. هنساعدك تزود من بيعك من غير ضغوطات باستخدام أسلوب الدقيقة الواحدة. يلا بينا. أول سر علشان تبقى بياع ناجح هو الاهتمام بمساعدة العميل بتاعك على إنه يشتري. يعني بدل ما تركز على إن العميل يشتري بأي طريقة وخلاص، ركز على مساعدة العملاء بتوعك إنهم يشتروا اللي محتاجينه عن طريقك، وساعتها هتحقق البيع اللي انت عايزه. بطريقة تانية، لو عايز تعرف انت بتعمل كده ولا لأ، في أي وقت وانت بتبيع للعميل ادي لنفسك دقيقة واسأل نفسك، هل انت فعلا مركز على اهتماماتك ولا اهتمامات العميل؟ لو عايز تعرف ازاي تساعد العميل على انه يشتري، هتزود بيعك وتكسب فلوس وترتاح من الخناقات مع مديرك، تابعنا في الحلقة التانية من بيع الدقيقة الواحدة.